يسعد كل أوقاتكم متابعين قناتي قناة وصفات نسرين الوادي. وصفتنا لليوم راح تكون المهلبية التركية أو المهلبية الكريمية. هي قوامها بيكون كتير كريمي، والحلو فيها إنه طعمتها جدا لذيذة، وزي ما قلت قوامها كريمي، وكمان إنها سهلة وسريعة بالتحضير وما بدها مكونات كتير. يلا نبلش بالمقادير والطريقة سوا. أول شي رح نحتاج 4 أكواب من الحليب السائل. راح نضيف لهم نص كوب من السكر، ونص كوب من الدقيق، وربع كوب من النشا، وراح نقلبهم على البارد لحتى يتجانسوا معانا. أنا مع السكر ضفت كمان فصين مهروسين من المستكة، وبعد هيك راح نقلبهم على البارد، وبعدين راح نحطهم على النار مع التحريك المستمر لحتى ما يتكتلوا. بعد هيك راح أضيف ربع إصبع زبدة، وراح أضيف كمان فانيلا للخليط وأحركهم ولحتى يتكاثفوا معانا، وبعد هيك راح أطفي عليهم. بعدين راح أضيف ظرف من الكريمة البودرة للخليط، وراح أخفق الخليط مع الكريمة البودرة. بعد هيك راح نحطهم بصحون التقديم. راح نلاحظ انه قوام المهلبية هون عنا مختلف عن قوام المهلبية العادية يلي احنا بنعملها. راح ندخلها الثلاجة لحتى تتماسك، وبس نطلعها راح نزينها حسب الرغبة. أنا زينتها بشوية فستق حلبي وورد محمدي، وانت ممكن تزينيها بأي شيء متوفر عندك في البيت أو تتركيها بدون زينة، برضو طعمتها جدا زاكية. هاي المهلبية بصراحة عن جد طعمتها خرافية. طعم المهلبية الكريمية معطيها نكهة جدا غنية. أنا بنصح إنكم تجربوها، خصوصا إنه مكوناتها بشكل عام سهلة وبسيطة ومتوفرة في البيت، وما بدها وقت معك في التحضير ولا في العمل، ويعني حتى لو إجاك ضيوف فجأة ممكن إنك تعمليها بسرعة. إذا عجبتكم الوصفة في البداية لا تنسوني من صالح دعائكم، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو. وشكرا لكم ولحسن متابعتكم.